عباد الله، الحديث عن الزواج حديث ذو شجون، وحسبنا في هذه الخطبة أن نعرج على بعض الظواهر التي تسبق الزواج ولها أثر غير حسن على مسيرة الحياة، نصحا للمسلمين وتنبيها للغافلين. فأولها ظاهرة تأخير الزواج لدى الذكور والإناث بحجة إكمال الدراسة أو الحصول على الوظيفة أو القدرة المالية أو عدم الرغبة في الارتباط المبكر، لأنه يسبب الملل في المستقبل كما يقوله المثبطون، أو غير ذلك من الأسباب. وهذا كله من كيد الشيطان وحبائله، يذكي ذلك ما تحشى به أدمغة الناس والشباب خاصة من لوثات الأفلام والمسلسلات والصحف والإذاعات والمجلات والقنوات، والتي أورثت ركاما هائلا من التصورات الخاطئة عن الحياة الزوجية، وأفسدت أخلاق الناس، وقررت في نفوس متلقيها مبادئ مغلوطة، وقلبت المفاهيم، وفتحت على الناس باب شر عظيم. إن تأخير الزواج مخالف للسنة الشرعية، كما أنه مخالف للسنة الفطرية. وقد قرر المتخصصون في علم الاجتماع والحياة أن الزواج المبكر هو أنجح الزيجات حتى ولو تعذرت الظروف المادية. قالوا أن الزواج المبكر هو أنجح الزيجات حتى ولو تعثرت الظروف المادية، وأنه سبب رئيس لاستقرار الصحة النفسية والجسدية، وأن النبوغ والذكاء من الأطفال والصحة وانعدام الإعاقات الجسدية يكثر من الزيجات المبكرة. هذا بالإضافة إلى اكتمال الدين والعفاف وحصول الإحصان في بداية الحياة، وأن الزواج كان عاملا رئيسا في نجاح الكثيرين في حياتهم العملية. وحينما تفتعل الحواجز والمعوقات أمام هذه السنة الفطرية، فإن أثر ذلك يكون وبالا على المجتمع بأسره. إنه لا تعارض حقيقة بين الزواج ومتطلبات الحياة الدنيوية، ذلك أنه جزء من الحياة الطبيعية، والذي لا يجوز أن يربط بالمعوقات والعراقيل الموهومة أو المفتعلة من حمق البشر. كما أن المسلمين تجاه هذه السنة الفطرية الشرعية يجب أن تكون ثقتهم بالله تعالى ويقينهم به لا بالماديات. وقد قال الحق جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب، والناكح أي المتزوج يبغي العفاف. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وإذا غال الناس في المهور والشروط بعض السفهاء، أو وإذا غال في المهور والشروط بعض السفهاء ممن اتخذوا بناتهم سلعا كالرقيق يتاجرون بها ويساومون عليها، ففي بقية النساء غنية. وكم من بيوت تتمنى الكفء الذي يسعد ابنتهم ويحفظها بدينه وحسن عشرته، ويرضون من المهر باليسير، مقتدين في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه أنه قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. رواه أحمد وابن حبان والحاكم. وفي لفظ عند أحمد: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وكلا الحديثين ضعيف. لكن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء، أي لا تغالوا في مهور النساء. وهذا الأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه. إن إغلاء المهور والمباهاة بها وتقويم الخاطب بمقدار ما قدم من مهر لهو صغر في النفس وانحدار في الشخصية ونقص في العقل،
كما أن إرهاق الخاطب بالمهر الكثير يرهقه بالديون ويعيق مسيرة الزواج في المجتمع، ويسبب بقاء الفتاة مدة طويلة بلا زواج حتى تمتلئ البيوت بالعوانس، وهذا من صور العضل الذي حرمه الله تعالى. كما أن من أسوأ صور العضل حجر المرأة على أحد أبناء قرابتها، فلا يسمح لها وليها بالزواج من غيره، كما يديروا بعض الناس. احنا شرفاء نزوجوا للشرفاء، هذه حكاية قديمة وبالية ولا أساس لها في شريعة الإسلام أصلا، فينبغي أن نتحرى ألا نتصور هذا التصور الخاطئ الجاهلي المقيت الذي تبغضه الشريعة. أقول كما أن من أسوأ صور العضل حجر المرأة على أحد أبناء قرابتها، فلا يسمح لها وليها بالزواج من غيره ولو بقيت عانسا طول حياتها، وهذه جريمة كبيرة وأنانية مفرطة تراعي أعرافا بالية وتخالف الشريعة الخالدة. إن المرأة لا يجوز أن تجبر على نكاح من لا تريد، وولاية أبيها عليها ولاية مصلحة لها وولاية حفظ وصيانة وأمانة، لا ولاية تسلط وتجبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد. قال: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، أي أن الولد إذا امتنع ممن أمره أبوه أو أمه أن يتزوج منها لا يكون عاقا. قال: وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه. انتهى كلامه رحمه الله. فإجبار المرأة على من لا تريد طمعا في ماله أو جاهه أو بسبب قرابته ظلم وحرام، فعلى الأولياء إدراك ذلك، كما أن على الفتاة أن تتفهم مشورة وليها في القبول والرفض، وأن تكون المصلحة مناط الاختيار. ولا ينبغي أن يكون الولي هو شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو رابط سكايب في الانترنت اللذان أحرقا كل القيم والموازين الشرعية. أيها المسلمون، إن على الأولياء مسؤولية عظيمة تجاه الخاطب، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله